صباح الفل عليكم، على حسب ما انت بتشوفني امتى. اهلا وسهلا بيكم كل متابعين قناة شوارع مصر. معاكم اخوكم مينا فايز، وقناة شوارع مصر مع مينا. طبعا تابعنا امبارح لحظة بلحظة افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات القومية في اسكندرية. فعلا امبارح كان يوم عرس، يوم فرحة لكل اسكندرانية بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني عديد من المشروعات القومية، وزي ما احنا شايفين في الصورة منهم وأهم مشروع اللي افتتحه بنفسه وهو مشروع محور التعمير، أو مشروع محور المشير فخري أبو ذكري. طبعا كلنا عايزين نعرف هو مين يعني مشير فخري أبو ذكري. واحنا بنتفرج كده على جمال الشريان الجديد اللي بينبض في حياة الاسكندرية، عايزين نعرف مين هو المشير فخري ابو ذكري. منذ افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محور التعمير باسكندرية، واطلق عليه الان محور ابو ذكري، الناس كلها عايزين تعرف مين هو المشير اللي اطلق اسمه على يعني مشروع كبير، مشروع قومي في اسكندرية كده. المشير فخري أبو ذكري هو قائد القوات البحرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وقد ولد الفريق أول فخري أبو ذكري في 17 من نوفمبر عام 1923، وهو من أبناء العريش. تخرج برتبة ملازم بحري في الثاني من شهر فبراير عام 1946، وعمل في وحدات البحرية العائمة بالفرقاطات والكاسحات، ثم تولى قيادة قاعدة اسكندرية البحرية، وقيادة المدمرة القاهر، ثم المدمرة الظافر، ثم تولى قيادة اللواء مدمرات منذ 1959 وحتى 1963، ثم تولى رئاسة شعبة العمليات الحربية، وعين بعد أسبوع من هزيمة يونيو 67 قائدا للقوات البحرية خلفا لسليمان عزت. فأعاد بناء القوات البحرية المصرية وخطط لأروع إنجازاتها التي تحققت في معارك الاستنزاف وأكتوبر المجيدة عام 1973. تمكن خلال توليه قيادة البحرية المصرية خلال حرب الاستنزاف من إغراق المدمرة إيلات قبالة سواحل بورسعيد في 21 أكتوبر 1967. برز كمان وبرز دور البحرية المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة من خلال إغلاق مضيق باب المندب في وجه الملاحة الإسرائيلية والسفن المتوجهة إلى ميناء إيلات، وزرع الألغام البحرية والتجسس على الموانئ الإسرائيلية في البحر المتوسط، لكنها لم تشن هجمات على القطع البحرية الإسرائيلية. حصل المشير أول فخري أبو ذكري على العديد من الأوسمة والناشين تقديرا لكفاءته وإنجازاته العسكرية، كما أنه يعد أول ضابط قوات بحرية يحصل على رتبة مشير في تاريخ القوات المسلحة المصرية كلها. وتوفى نتيجة مضاعفات مرض السرطان في 26 يناير 1983 بلندن عن عمر يناهز 59 سنة. يعني ربنا يرحمه وربنا يكتبه طبعا واحد من الشهداء. ويعني يعني مش قادر اقول لكم فرحة بنته لما شفنا، يعني كانت بتتكلم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هي بتقول يعني انا بشكر سيادتك ان بعد العمر ده كله، بعد اكتر من 50 سنة، وتم اطلاق اسم والدي على مشروع قومي كده. حبيت ان انا اقول لكم يعني نبذة سريعة كده عن مين هو المشير فخري ابو ذكري اللي تم اطلاقه على هذا الصرح العظيم وهذا الطريق العظيم في اسكندرية. ويا ريت كده ما تنسوناش باللايك وسبسكرايب. لو انت اول مرة تشرفني تضغط لايك وسبسكرايب وتكتب كومنت تقول رأيك في الحلقة ورأيك في القناة كلها، وكومنت تقول انت بتشوفني من اي مدينة من اي دولة. ويعني متشكر جدا لدعمكم بجد، انتوا من غيركم ما كانش في حاجة اسمها شوارع مصر. وان شاء الله انتظروا المزيد والمزيد من قناة شوارع مصر. وكان معاكم اخوكم مينا فايز وقناة شوارع مصر. شكرا، وانتظروني في حلقات جاية كتير وشارع جديد من شوارع مصر. مهندسة ليلى فؤاد أبو ذكري، كريمة المشير فؤاد أبو ذكري. في فيلم من المشاعر كده، مش عارفة إذا كان الكلام هيسعفني إن أنا أوصل إحساسي.
بس أنا قاعدة عمّالة باقول لنفسي إيه الوفاء ده؟ يعني 50 سنة هتمُر على حرب أكتوبر اللي كان والدي شرف بإنه يكون أحد أبطال قادة أكتوبر، و50 سنة عدِّت والنهارده بيُكرّم التكريم العظيم ده من الدولة المصرية الممثلة في سيادتك. وحاجة تانية أحب أذكرها برضه، إن وصية من والدتي الدكتورة نادية الشاذلي اللي اتوفت من شهر، يعني كان نفسي إنها تكون موجودة معانا النهارده، وكانت موصياني إن أنا أبلّغ سيادتك امتنانها الشديد على قدر التكريم اللي الوالد النهارده اسمه بيتكرّم بيه. فكان نفسي إنها تكون موجودة، لكن اللي بيعزّيني إنها كانت أول واحدة تتلقّى خبر تصديق سيادتك على إطلاق اسم الوالد على المحور، ويوميها يعني بكت من الفرحة وقالت أنا دلوقتي أقدر أمشي وأنا مرتاحة. فأنا باهدي لروحها فرحة اليوم اللي احنا فيه النهارده، السعادة اللي أنا حاسة بيها باهديها لروح والدتي. وكان في مطلب صغير كده من بنتي بهية، هي كانت لها صورة مع سيادتك في قادرون باختلاف السنة اللي فاتت، فلو ممكن سيادتك تأمر لنا الصورة. مرة تانية أتقدم بالشكر بالنيابة عن أسرة المشير فؤاد أبو ذكري لسيادتك جزيل الشكر والعرفان والتقدير على أنا مفتكرنا. برحب بيكي وبالأسرة كلها، واسمحي لي أقول لك يعني ده تقدير يعني متواضع للجهد الكبير اللي عملوه قادة عظام في فترة من أصعب فترات حياة مرت على مصر في العصر الحديث.